شاء الله تبارك الرحمن. كلاكيت تالت مرة، مجزرة، ميرة وغرنفيش مرمار خشابي. كمل معايا الفيديو واعرفك ازاي تمسك سمك كميات كبيرة في اقل وقت ممكن، تاخد سمك ورا بعض. اعرفك العدة المستخدمة وفنيات ان شاء الله هتفيدك، تساعدك ان انت تمسك سمك كتير. السلام عليكم اخواتي وحبايبي. طلعة جديدة، استباحة بعد الفجر. ما شاء الله البحر ممتاز جدا، الميرة والغرنفيش ما شاء الله خير كتير في المية. والنهاردة كان في مرمار، كان في رفيع كتير بس خدت شوية خشابي حلوين. كان ما شاء الله في النص في مرمار خشابي، هو عاكس معانا المرمار النهاردة مع الميرة والغرنفيش. كان بيخبط الطعم الجمبري قبل الميرة والغرنفيش، فعاكس معانا مع الميرة والغرنفيش. بس اللي كان شغال بابو اللول كان ما شاء الله ورا بعض بالجوز. اللي كان معاه ابو اللول النهارده ما شاء الله ربنا كرمه واحلى كرم. وما شاء الله برضه انا خدت بصراحه صيده محترمه يعني، بس الحمد لله. النهارده كنت شغال بجوز واسع، فرد طوله حوالي 2 متر الا ربع، وفرد طوله 2 متر زي ما اتفقنا قبل كده. الفرد الطويل صياد، خصوصا مع الميرة والغرنفيش عايزين فرد طويل لان هما ساعات بيبقوا عايمين وبين الميتين. وزي ما اتفقنا اهم حاجة يا جماعة في فيديو الصيد المعلومة، يعني انا بوجه كلامي خصوصا لاخواتي وحبايبي المبتدئين. المعلومة ممكن تبقى انت بالنسبة لك عادية، لكن لا بتفرق، وده انا بشوفه على المية. الناس للأسف بيبقوا شغالين غلط، ليه عامل 5-6 أسلحة والفرد طوله صغير 10-15 سنتي. النظام ده كله فاشل، فتلاقيه قاعد الناس عمالة تاخد سمك وهو ما بياخدش. وده أنا مريت بيه، كنت قاعد بقعد اتفرج الناس ما شاء الله. وللأسف كنت بخش عشان اتعلم من على اليوتيوب، كان الناس منزلة فيديوهات للأسف غلط. كنت اعمل بقى السبحة اللي بتتعمل وجو حزين، ما كنتش بعرف امسك سمك. كنت شغال غلط، كنت شغال بطعم غلط، بسنار غلط. فانا كلامي بوجهه خصوصا لو مكرر لاخواتي وحبايبي اللي معظم اللي بيتفرجوا عليا بيبقوا مبتدئين. فانت لو عندك المعلومة جري الفيديو، بس انا هدفي لو نزلت فيديو لو 2-3 استفادوا انا كده كسبان. فالله المستعان. نكمل. الايام دي شهر 11 ميرة وغلنفيش ما شاء الله. العقر رقم 1 في صيد الميرة والغلنفيش، العقر. اشتغل بسنارة 7 سلكة رفيعة كونة، وعلى حسب حالة البحر ممكن زي النهاردة شغال جوز واسع، في يوم تاني ممكن تعمل سلاح فوق وسلاح تحت، وممكن تعمل سلاح واحد تحت على حسب حالة البحر. بس في كلا الأحوال ما تشتغلش بعيار بفرد قصير، سواء فرد فوق فرد تحت، لازم يكون الفرد بتاعك فرد طويل. وبرضو البحر زي النهارده مثلا او ايام مفيش قش في الارض، جرجر تجرجر هتاخد السمك ورا بعضه. ربنا كرمك في خير كتير زي اليومين دول في الميه، بتصطاد خدت اكله ما تردش جامد، لا ارفع وش البوصه هتلاقي السمكه علقت نفسها. خدت سمكه وانت عامل سلاحين، خدت سمكه اصبر 2-3 هتاخد التانية. ثواني يا حبيبي، ثواني يا حبيبي. بدل الله المستعان، الله يصلح حالك. اصبر شوية، بدل ما تطلع بسمكة واحدة لا هتاخد سمكتين، بحيث تاخد اكبر كمية في اقل وقت. يعني ما شاء الله الطلعتين 3 اللي فاتوا
ما شاء الله انا بطلع الصبح بعد الفجر، برجع الظهر عشان خاطر اجي افتح المحل وكده. ما شاء الله باخد 4 كيلو 3.5. ما شاء الله يعني لو كمل اخر اليوم هوصل لارقام كويسه. بس زي ما بقول لك في سمك كتير في الميه، يبقى اشتغل جرجره، تفضلش رامي البوصه وراكن، وتاخد الاكله، خد واحده واتقل 3 4 ثواني هتلاقي نفسك خدت التانية، هتلاقي نفسك شغال بالجوز ورا بعضه. وان شاء الله كمل الشهر ده شهر 11 هتبتدي الميرة والغلنفيش يهدوا مع اول نوة في اخر 11 شهر 12 هتلاقي الميرة والغلنفيش الشغل بتاعهم خف. هتبتدي تستهدف رقم 1 الدنيس والقاروص. الدنيس عايز رملة، يعني ان شاء الله نعدي بقية الشهر ده هبتدي بعد كده اطلع في الصفا او ابو تلات عشان خاطر نشتغلوا على الدنيس. وبدأ يعلم وحايد بتطلع، بس افضل مكان ليه في خط العجمي بتاعنا ان انت تطلع له على الرملة. وان شاء الله مكملين. هسيب برضو في اخر الفيديو طريقة تحضير العدة ودليل شامل بالعدة المستخدمة لاخواتنا وحبايبنا المبتدئين. معلش انا بنزلها كل فيديو عشان خاطر انا رقم 1 اللي انا بكلمه او مستهدفه الصياد المبتدئ، لان ده انا بشوفه على المية ناس كتير بتبقى شغالة غلط. الناس عمالة تاخد سمك والناس واقفه فين وفين ياخد سمكه، ليه؟ شغال غلط. ليه؟ عامل سبحه 3 4 سنون، الفرد طوله 10 سم، مخنوق، شغال بصناره كبيره، شغال بطعم غلط، مش هتاخد سمك. وده انا بشوفه على طول. عشان كده انا عامل القناه دي وبتكلم مستهدف اخونا وحبيبنا المبتدئ. فلو حد عنده المعلومه اللي انا بتكلم فيها جري الفيديو مفيش مشكله. لو مثلا 1000 واحد بيتفرجوا على الفيديو، لو في 10 استفادوا وطبقوا وربنا كرمهم وخدوا سمك انا كده مبسوط. فاهم حاجه في فيديو الصيد زي ما قلنا قبل كده المعلومه اللي هتمسك سمك. ما تقعدش تتفرج على ناس عماله تاخد سمك وترفع وانت تروح ما تاخدش. لا، معلومه هي اللي هتمسكك سمك. ان شاء الله مكملين واللي جاي احسن. السلام عليكم. دي طريقه تحضير العده اخواتنا المبتدئين اللي برضو ما عندهمش خلفيه. قرب كده، قرب كده. ده مدور فوق منه خرزه وفوق منه الرصاصه، والرصاصه لازم تكون حره نفس المنظر كده. طيب هنيجي للفرد اللي فوق عشان غالب الشغل يبقى فرد فوق وفرد تحت غالبا. حبيت تعمل فرد فوق اسهل طريقه خصوصا لاخواتنا المبتدئين. على كده هتربط مدور هنا صغير، تمام، وهتيجي هتجيب حوالي 1.20 متر وتربط فيه العده من تحت. هتجيب مدور صغير تربطه بالخيط الاساسي، والفرد اللي هتربطه فوق تربطه فوق في المدور ده بنفس المنظر كده. دي افضل طريقه خصوصا لاخواتنا المبتدئين. طريقه ربط المدور العاديه اللي كنت شارحها قبل كده، اللي عايز يرجع لها هي موجوده على القناه، سهله وسريعه اهي بنفس المنظر كده. دي افضل طريقه انك تعمل صناره فوق الرصاصه، سريعه اهو بنفس المنظر كده. تعمل الفرد 90 سم 80 سم متر على حسب زي ما انت عايز. لو في ميره وما فيش سمك عايز السمك عامل كبير اعمله متر 90 سم 80 سم، كل ده شغال معاك تمام. ده بالنسبه للفرد اللي فوق. على كده نظبط العيار. واهم حاجه لما تيجي تعمل فرد فوق الرصاصه تخلي بين السلاح والرصاصه حوالي 25 او 30 سم عشان السنارتين ما يتكعبلوش مع بعض. على كده قرب بقى طريقه ربط السناره. واضح؟ تمام. حلقه كده صغيره نفس المنظر. تجيب السناره نفس المنظر كده، تاخد الفرد ده كده وتلفه فين اهو. برضه شارحها هتلاقيها ليها فيديو، عايز ترجع له هتلاقيها على القناه اهو نفس المنظر كده. وتشد الفتله الصغيره دي اهو نفس المنظر، ترجع بيه كده وترجع تاكد عليه. واضحه الصوره؟ تمام. بص السناره اهم حاجه ان هي تكون واقفه كده. نعمل فرد تحت
طوله متر، متر وربع. ان شاء الله نتكل على الله ونشتغل.